يا جموع الناس قد آن الأوان أبدعوا وأطلقوا كل العنان بالفؤاد والأيادي واللسان إننا قوم خلقنا قيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ثم أهلا ثم أهلا بكم مشاهدينا الكرام في الموسم الثاني من المسابقة الرمضانية الكبرى تحت مسمى صحابيات. أولا وقبل كل شيء دعونا نرحب باسمي وباسمكم بمن يصحبني في تقديم هذا البرنامج، أخي وزميلي عبد الرحمن. حياك الله عبد الرحمن. أهلا وسهلا بك أنس، ونجدد الترحيب بالسادة المشاهدين في كل مكان، وعدنا بمثل البدء والعود أحمد. وبداية متابعينا ومشاهدينا الأفاضل في كل مكان، نذكركم أو نشرح لكم طريقة سير البرنامج لهذه السنة، وهو كما جرت العادة يا أنس بنتكلم عن صحابي، لكن هذه المرة سنتكلم عن صحابية جليلة، ومجرد ما تعرف اسمها ومجرد ما يتضح لك من هي الصحابية بادر باتصال وتدخل معنا بالسحب إن شاء الله. ماذا عن الجوائز أنس؟ والله دخلت في الموضوع اللي الكل يترقبه. نعم. الجوائز طبعا السنة الماضية كان كيف الآلية؟ السنة الماضية كان السحب أسبوعي، كان كل جمعة عندنا سحب أسبوعي. كان عندنا سحب أسبوعي من للجوائز. نعم. من الفيس ومن من الاتصالات. السنة هذه حبينا نغير النظام، فقلنا ما نستقبل إلا اتصالات، يعني لن يكون لنا جائزة عن طريق الفيسبوك. ودنا نسمع صوت المشاهدين أكثر. فبيكون مسار واحد وهو مسار الاتصال. نعم. وقيمة الجائزة هي $100 ستسحب بشكل يومي فقط عبر المسار اللي هو مسار الاتصالات عبر الرقم الظاهر لكم في الشاشة. يعني أن لن نستقبل الأجوبة عبر الفيس واليوتيوب، هو فقط عن طريق الاتصالات. جميل. نعم. جميل، شاكر لك أستاذ أنس. طيب خلينا نشرع في الصحابية التي لدينا لهذا اليوم. وبداية هي أم للمؤمنين، وحين نذكر أن صحابية هي أم للمؤمنين فنعني بهذا أنها زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم وأشهر نسائه. ولدت في السنة 9 قبل الهجرة. كنيتها أم عبد الله، ولقبت بالصديقة، وعرفت بأم المؤمنين. يعني ذكرت معلم واضح اللي هو نعم. لقبت بالصديقة وعرفت بأم المؤمنين. طيب دعنا ندخل في المعلومة الثانية. أمها أم رومان بنت عامر بن عمير الكنانية رضي الله عنها، التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينظر إلى امرأة من الحور العين فلينظر إلى أم رومان. جميل. وأيضا يذكر أنها ولدت في الإسلام ولم تدرك الجاهلية. وروى البخاري ومسلم عنها عن عروة بن الزبير أن هذه الصحابية زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين، أي أنها ما أدركت جاهلية وولدت مسلمة. وتمت خطبتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت 7 سنوات، وتزوجها وهي بنت 9 سنوات، وكان مولعا بها النبي صلى الله عليه وسلم. جميل. أيضا ذكرت في أنها قالت لم أعقل أبي وأمي إلا على إلا وهما مسلمان. نعم. فإنها دل على أنها ولدت وهي مسلمة، فالأمر أمر جميل. أيضا قال كان الناس يتحرون بهديها في الصحابية الجليلة، كانوا يتحرون بهديها يبتغون بذلك مرضاة الله عز وجل ومرضاة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا دل على أنها يعني كانت قريبة جدا وصاحبة علم كبير جدا. نعم. جميل. لعل الأمر قد اتضح على مشاهدينا الأفاضل. خلاص وضح الأمر. نعم، ووصلت الاتصالات. نستقبل أول اتصال، نقول ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. اسمك الكريم أخي الفاضل، ومن وين تكلمنا؟ أخوك أبو ريان من تركيا. أهلا وسهلا أخ أبو ريان. هل تعرفت على الصحابية لهذا اليوم؟ هي عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها. عائشة بنت أبي بكر الصديق. شاكر لك هذا الاتصال يا أبو ريان، وبإذن الله تدخل معنا بالسحب ويحالفك الحظ. لا اتصال آخر، نقول السلام عليكم. ألو السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. من معي من وين تكلمني؟ الله يحييك، معك أسامة إدريس من اسطنبول. أنعم وأكرم. حياك الله يا أسامة. هل تعرفت على صحابيتنا لهذا اليوم؟ اي نعم، الصحابية الجليلة عائشة. الصحابية الجليلة عائشة رضي الله عنها. نتمنى لك حظا طيبا أسامة، ويحالفك الحظ إن شاء الله تفوز معنا بالجائزة. والى متصل اخر نقول الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا. وعليكم السلام. من وين تكلمنا واسمك؟ عبد الأحمد من السعودية. ما سمعت والله اسمك الكريم. من وين تكلمنا؟ عبد العزيز أحمد من السعودية. عبد العزيز احمد من السعوديه. اهلا وسهلا. تعرفت على الصحابيه يا عبد العزيز؟ عائشة أم المؤمنين. عائشه ام المؤمنين. شاكر لكم هذا الاتصال. إلا اتصال عليكم آخر السلام وضيف ورحمة آخر. الله. يا أهلا وسهلا. حياك الله. من معي؟ أم أنس. يا مرحبا يا مرحبا. حياك الله يا أمي. الله يحييك ويبارك فيك، وكل سنة وأنتم طيبين، والشهر مبارك علينا وعليكم يا رب. علينا وعليك. والله يا أمي لولا أن مركبين السماعة ولا أخذت اتصال واقفا بك. الله يجزاك خير ويبارك فيك يا رب، ويسعدك ويوفقك أنت وعبد الرحمن. اللهم يسلمك. آمين. الله اللهم يسلمك. آمين. تفضل يا أمي. هي الإجابة هي السيدة عائشة رضي الله عنها. عائشة رضي الله عنها أم أنس من الرياض. أتمنى لك حظا طيبا ويحالفك الحظ بإذن الله. والى متصل اخر نقول الو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاسم الكريم من وين تكلمين اختي؟ صابرين حسن من الرياض. اهلا وسهلا اخت صابرين. هل تعرفتي على الصحابيه لهذا اليوم؟ أيوة، هي الصحابية عائشة بنت أبي بكر الصديق. عائشه بنت ابي بكر الصديق. شاكرين لكم ويحالفكم الحظ. إلى اتصال آخر وضيف آخر نقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. من معي ومن وين تكلمني؟ أسرار جاسر من اسطنبول. معليش أعاد الاسم مرة أخرى. أسرار جاسر من اسطنبول. إسرار جاسر. هل عرفت الصحابية لهذا اليوم؟ أي نعم. تفضل. عائشة، السيدة عائشة بنت أبي بكر. عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها. أتمنى لك حظا طيبا. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا. عبد الو. الرحمن أحمد. اهلا وسهلا اخ عبد الرحمن. من وين تكلمنا يا عبد الرحمن؟ عائشة رضي الله عنه. الصحابيه الجليله عائشه. شاكر لك يا عبد الرحمن ويحالفك الحظ ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. من معي ومن وين تكلمني؟ مع خالد القطب من تركيا. أنعم وأكرم. حياك الله يا خالد. هل عرفت صحابيتنا لهذا اليوم؟ نعم، تفضل. صحابية عائشة. عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها. نتمنى لك حظا طيبا حبيبنا خالد. والى اتصال اخر السلام نقول عليكم. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. من معي ومن وين تكلميني؟ ميمونة بيان من السعودية. حياك الله يا ميمونة. هل عرفتي الصحابية لهذا اليوم؟ أي عائشة، السيدة عائشة رضي الله عنها. السيدة عائشة رضي الله عنها. نتمنى لك حظا طيبا ويحالفك الحظ. ما شاء الله ما في توقف في الاتصالات. اي والله ما شاء الله في ضغط اليوم. نستقبل اجل اتصال اخر نقول الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا. الاسم وعليكم الكريم. السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم الكريم. أم من عبد الله تكلم أختي؟ من الرياض. اهلا وسهلا ام عبد الله. هل تعرفتي على الصحابيه لهذا اليوم؟ الصحابية السيدة عائشة رضي الله عنها بنت. السيدة عائشة رضي الله عنها. شاكرين لك هذا الاتصال. السلام عليكم. إلى اتصال آخر نقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. حياك الله. من معي ومن وين تكلميني؟ فوزية سعيد من الرياض. أنعم وأكرم. حياك الله. هل عرفتي الصحابية لهذا اليوم؟ عائشة بنت أبي بكر الصديق. عائشة رضي الله عنها. نتمنى لك حظا طيبا. والى اتصال اخر نقول الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم الكريم ومن أين تكلمنا؟
الاتصال معي؟ الصوت غير واضح. اسمك الكريم أخي. طيب لعل الاتصال فقد، ناخذ الاتصال الثاني نقول ألو السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا. بالاسم الكريم من وين تكلمين أختي؟ مها أم عبد الرحمن من الرياض. مها أم عبد الرحمن من الرياض. هل تعرفتي على الصحابية الجليلة لهذا اليوم؟ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. شاكرين لكم هذا الاتصال. إلى اتصال آخر نقول السلام عليكم. بنت جدة عائشة رضي الله عنها. من معنا ومن وين تكلميني؟ هناء سعيد. هناء سعيد. تكلمينا من وين أختي هناء؟ من جدة. أهلا وسهلا، حياك الله. هل عرفتي الصحابية لهذا اليوم؟ السلام عليكم. عائشة رضي الله عنها. شاكرين لك أخت هناء. ناخذ اتصال آخر نقول ألو السلام عليكم. وعليكم السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا. من اسم الفاضل؟ ريان محمد من اسطنبول. ريان محمد من اسطنبول. أهلا وسهلا بك أخ ريان. هل تعرفت على الصحابية لهذا اليوم؟ الصحابية عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها. عائشة ابنة أبي بكر الصديق رضي الله عنها. شاكرين لك. إلى ضيف آخر نقول السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. أهلا وسهلا. من معي وين تكلمين؟ مين؟ تولين أحمد. تولين أحمد. حياك الله حبيبتي تولين. عائشة. عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها. من وين تكلمين حبيبتي تولين؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لعلنا فقدنا تولين يعني. نعم مشكلة. أهلا وسهلا. اسم الكريم؟ معكم عبد الملك بيان. أهلا وسهلا بالأخ عبد الملك. كيف حالك؟ الحمد لله. شلون؟ مبارك عليكم. علينا وعليك يا حبيبي. هل تعرفت على الصحابية لهذا اليوم؟ عائشة رضي الله عنها. عائشة رضي الله عنها. من وين تكلمنا يا عبد الملك؟ من الرياض، المملكة العربية السعودية. حياك الله. تشارفنا. يحالفك الحظ إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. من معي من وين تكلميني؟ معاكم فريدة من الرياض. كل عام وأنتم بخير. وأنت بخير وأنت بخير. حياك الله. فريدة من؟ الجواب هي عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها. عائشة بنت أبي بكر. فريدة سعيد من الرياض. أنا أتمنى لك حظا طيبا بإذن الله. وإلى اتصال آخر ونقول ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. الاسم الكريم؟ هالة محمد من الرياض. هالة محمد من الرياض. أهلا وسهلا أخت هالة. هل تعرفتي على الصحابية لهذا اليوم؟ عائشة أم المؤمنين. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. لكم هذا الاتصال ويحالفكم الحظ إن شاء الله. إلى ضيف آخر نقول السلام عليكم. ما شاء الله اتصالات اليوم كثيرة مع أننا في أول حلقة. أيوة. ألو السلام عليكم. ألو. ألو السلام عليكم. ألو. أهلا يا حبنا. تسمعني؟ ألو السلام عليكم. لا الاتصال قطع. نعم. تسمعني يا حبيبنا؟ ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. حبيبنا تسمعني؟ ألو. أهلا. السلام عليكم. تسمعني؟ إيه. حياك الله. من معي ومن وين تكلمني؟ أفنان جبرتي من السعودية. أهلا وسهلا. حياك الله يا أفنان. عرفتي الصحابية لهذا اليوم؟ عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها. عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها. نتمنى لك حظا طيبا حبيبتي. وإلى اتصال آخر ونقول ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم.
السلام عليكم. الو. عائشة بنت أبي بكر لك حظ طيبة. أنا ما أسمع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. لعلك تسمعينا من تليفون أختي الفاضلة. الاسم الكريم. ألو. أهلا وسهلا. الاسم الكريم. خديجة خيري من الرياض. أهلا وسهلا أخت خديجة. هل تعرفتي على صحابيتنا لهذا اليوم؟ نعم، السيدة عائشة رضي الله عنها. السيدة عائشة. شاكرين لكم ويحالفكم الحظ إن شاء الله. إلى اتصال آخر نقول السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا، حياك الله. من معي؟ من تكلميني؟ أنا كيف الحال حبيبي؟ كيفك يا نوسي؟ يا مرحبا، يا مرحبا، حياك الله. كيف الحال؟ كل عام وأنتم بخير. وأنت بخير، حياك الله جدتي الغالية. الله يسلمك، الله يسلمك. عرفتي الصحابية عائشة بنت أبو بكر. عائشة بنت أبو بكر رضي الله عنها. الاسم مرة أخرى بس. فوزية سعيد. فوزية سعيد من الرياض. أنا أتمنى لك حظا طيبا ويحالفك الحظ بإذن الله. وإلى اتصال آخر نقول ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي الفاضل. اسم الكريم ومن وين تكلمنا؟ نبيل أمين علي من تركيا. نبيل أمين علي من تركيا. أهلا وسهلا أستاذ نبيل. هل تعرفت على الصحابية لهذا اليوم؟ اي نعم، الصحابية الجليلة عائشة بنت بكر الصديق رضي الله عنها. عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. شاكرين لك أستاذ نبيل. إلى ضيف آخر نقول السلام عليكم. السلام عليكم. حياك الله. وعليكم السلام. من معي؟ من تكلميني؟ أم أمل الجبرتي من الرياض. حياك الله أم أمل. هل عرفتي الصحابية لهذه الحلقة؟ أم أمل الجبرتي من الرياض. حياك الله يا أم أمل. هل عرفتي الصحابية لهذه الحلقة؟ عائشة بنت أبي بكر الصديق. عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها. أتمنى لك حظا طيبا بإذن الله. وإلى اتصال آخر ونقول ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا. الاسم الكريم. ياسر محمد. أهلا وسهلا ياسر. هل تعرفت على الصحابية؟ ياسر محمد عبدو من الرياض. أهلا وسهلا ياسر. هل عرفت الصحابية؟ عائشة بنت أبي بكر الصديق. عائشة بنت أبي بكر الصديق. شاكرين لك يا ياسر. إلى اتصال آخر وضيف آخر نقول السلام عليكم. ألو. أهلا وسهلا، حياك الله حبيبي. من معي؟ من تكلمني؟ وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. من معي؟ من تكلمني؟ اسمعني من التليفون يا حبيبي. ألو. أهلا يا حبيبي. من معي؟ من تكلمني؟ اسمك؟ ألو. الاسم أحمد علي. أحمد علي. حياك الله حبيبي. من وين تكلمني؟ من السعودية. من السعودية. تفضل. عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها. نتمنى لك حظا طيبا حبيبنا أحمد. ونستقبل اتصال آخر. أهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا هلا. الاسم الكريم. عبد الرحمن الجبرتي. أهلا وسهلا عبد الرحمن الجبرتي. هل تعرفت على الصحابية لهذا اليوم؟ عائشة رضي الله عنها. عائشة رضي الله عنها. شاكرين لك يا عبد الرحمن ويحالفك الحظ إن شاء الله. إلى اتصال آخر وضيف آخر نقول السلام عليكم. ألو. أهلا وسهلا، حياك الله. من معي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حليمة آدم من الرياض. حليمة آدم من الرياض. هل عرفتي الصحابية لهذا اليوم؟ الصحابية عائشة. عائشة رضي الله عنها. نتمنى لك حظا طيبا بإذن الله. ونستقبل اتصال آخر. ألو. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام.
الاسم الكريم حبيبي. أحمد محمد. أحمد محمد، من وين تكلمنا يا أحمد؟ من وين تكلمنا يا أحمد؟ هل تسمعني يا أحمد؟ إيه أسمعك. طيب من وين تكلمني؟ من الرياض. من الرياض. هل تعرفت على الصحابية لهذا اليوم؟ عائشة بنت أبي بكر. عائشة بنت أبي بكر. شاكر لك يا أحمد وإن شاء الله تفوز اليوم. إلى اتصال آخر نقول السلام عليكم. أنا عبد القادر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. من معي؟ أنا قادر. أمل عبد القادر. من وين تكلميني يا أمل؟ الإجابة عائشة بنت أبي بكر الصديق. عائشة بنت أبي بكر. عائشة بنت أبي بكر. من وين تكلميني يا أمل؟ بكر الصديق. من وين تكلميني؟ زين أعطتك الإجابة. أنا أشوف إن ندخلها السحب على طول. على طول ما يحتاج. طيب مشاهدينا ومتابعينا الأفاضل، فاصل قصير ونعود إليكم فابقوا معنا. وأطلقوا كل العنان بفؤادي والأيادي واللسان، إننا قوم خلقنا قيم. دائما ما نحرص على الاستماع إلى القصص والحكايات. فرسان شجعان، حيوانات ساحرة، وروايات من أماكن مختلفة، مجموعة من القصص والحكايا الخيالية نحكيها لكم بأسلوب شيق وسهل، ونأخذ منها الدروس والعبر في برنامجكم يحكى أن، مع صديقكم عبد السلام ناصر وموفق ناصر على شبكة سلام الإعلامية. لا تدع الوقت يمر من بين يديك دون أن تحاسب نفسك يوميا. هل صليت في جماعة؟ هل ابتعدت عن اللغو؟ هل تصدقت على فقير أو مسكين؟ هل قرأت وردك اليومي من القرآن؟ إياك أن تكون ممن أدرك رمضان ولم يغفر له. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. رمضان هو شهر القرآن، شهر العتق والغفران، شهر ترفع فيه الدرجات وتجاب فيه الدعوات. فلنطف معا أحبة الكرام ولنتنسم عبيره وشمائله بصحبة ضيوف أعزاء ومشايخ أجلاء طوال أيام هذا الشهر الكريم، لنسلط الضوء على أهم القضايا والمواضيع الرمضانية التي تهم شعبنا الإريتري على امتداد هذه البسيطة. مع البرنامج المباشر لنتحاور في رمضان على شبكة سلام الإعلام. أطلقوا كل العنان بفؤادي والأيادي واللسان، إننا قوم خلقنا قيم. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير، ونذكركم أن احنا لازلنا نستقبل اتصالاتكم. نعم حياكم الله. وأيضا كما ذكرنا في بداية هذه الحلقة أن المشاركات ستكون فقط عبر الاتصالات، ولعلنا في هذا يعني ظلمنا جمهور الفيسبوك، لكن
شكرا الله. في كثير من الاخوه كانوا يتواصلون يقولون نبغى نشارك في الفيسبوك. نعم. لكن لاننا كل سنه نخرج نبغى نسمع اصوات نعم. المشاهدين عموما استاذ انس. طيب هل نستقبل اتصال في هذا ام نستقبل اتصال سيادة المخرج؟ الو السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام اهلا وسهلا. اسم الكريم وين تكلمنا اخي؟ عبد الهادي الجبرتي اكلمكم من تركيا. اهلا وسهلا يا عبد الهادي. هل تعرفت على الصحابيه لهذا اليوم؟ اي نعم، عائشه بنت ابو بكر الصديق رضي الله عنها. عائشه بنت ابي بكر. يحالفك الحظ يا عبد الهادي وتدخل السهم معنا. الى اتصال اخر ونقول السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا. من معي؟ أنا من الخفجي. مين؟ رهف الخفجي. رهف الخفجي. رهف الخرجي. رهف من الخفجي. رهف وليد الخفجي. رهف وليد من الخفجي. اهلا وسهلا حبيبتي رهف. هل عرفتي الصحابيه لهذه الحلقه؟ ايوه. تفضلي حبيبتي. سيد عائشه. عائشه رضي الله عنها. نتمنى لك حظا طيبا حبيبتي رهف ويحارفك الحظ ان شاء الله وتفوز معنا. والله مثل هذه الاتصالات ودك تفوز معنا. اي والله. نستقبل اتصال اخر نقول الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام اهلا وسهلا. الاسم الكريم؟ ام عبد الله من الرياض. ام عبد الله من الرياض اهلا وسهلا. هل تعرفتي على الصحابيه لهذا اليوم؟ اي عائشه بنت ابي بكر رضي الله عنها. عائشه بنت ابي بكر. شاكرين لك يا ام عبد الله هذا الاتصال. الى اتصال اخر وضيف اخر نقول السلام عليكم. الو السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله حبيبي. من معي ومن وين تكلمني؟ الله يحييك. ايش؟ من معي ومن وين تكلمني؟ سلمان محمد امان من السعوديه. سلمان محمد امان من السعوديه. حياك الله حبيبي سلمان. هل عرفت الصحابيه لهذه الحلقه؟ عائشه بنت ابي بكر. عائشه بنت ابي بكر رضي الله عنها. نتمنى لك حظا طيبا حبيبي سلمان. والى اتصال اخر نقول الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام اهلا وسهلا. الاسم الكريم؟ زبيدة سليمان. زبيدة سليمان اهلا وسهلا اخت زبيدة. هل تعرفت من وين يا اخت زبيدة عفوا؟ من وين تكلمين؟ عائشة بنت ابي بكر الصديق. عائشة بنت ابي بكر. من وين تكلمين يا اخت زبيدة؟ من اسكتلند. من اسكتلند. شكرا يا اخت زبيدة ويحالفكم الحظ ان شاء الله. الى اتصال اخر وضيف اخر نقول السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله حبيبنا. من معي ومن تكلمني؟ معك حسن محمد نور من الرياض. اهلا وسهلا حبيبنا حسن. حياك الله. هل عرفت الصحابي لهذه الحلقة؟ الصحابية عائشة بنت ابي بكر. عائشة بنت ابي بكر رضي الله عنها. نتمنى لك حظا طيبا. والى اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. الاسم الكريم؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. الاسم الكريم اختي؟ فارس محمد عبده. فارس محمد عبده. من وين تكلمنا يا استاذ فارس؟ فارس محمد عبده. من وين تكلمنا يا اخ فارس؟ من الرياض. من الرياض. هل تعرفت على عائشة بنت الصحابي؟ ابي بكر. سبقني. شاكرين لك يا استاذ فارس ويحالفك. عائشة بنت ابي بكر. نعم نعم. الى اتصال اخر وضيف اخر نقول السلام عليكم. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. من معي ومن وين تكلميني؟ أكلمك من الرياض. نعم من معي؟ فاطمة زهرة. فاطمة زهرة. فاطمة زهرة. حياك الله. هل عرفتي الصحابية لهذه الحلقة؟ ايش؟ هل عرفتي الصحابية لهذه الحلقة؟ ايوه عائشة بنت ابي بكر. عائشة بنت ابي بكر رضي الله عنها. نتمنى لك حظا طيبا ويحالفك الحظ باذن الله. ونستقبل اتصال اخر نقول الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الاسم الكريم؟
ليلى خيري من الرياض. أهلا وسهلا أخت ليلى. هل تعرفتي على الصحابية لهذا اليوم؟ الصحابية عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها. عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها. شاكرين لك أخت ليلى ويحالفكم الحظ إن شاء الله. إلى اتصال آخر نقول السلام عليكم. يا مرحبا وعليكم السلام. من معي من تكلميني؟ قدي محمد عبده من الرياض. أعد الاسم مرة أخرى. قدي محمد عبده. قدي محمد عبده من الرياض. قدي محمد عبده من الرياض، حياك الله. هل عرفتي الصحابية لهذه الحلقة؟ نعم، عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها. عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها. أنتم لك حظا طيبا أختي قدية. وإلى أخت قدي. قدي. نعم. وإلى اتصال آخر نقول ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا وسهلا. هل تسمعني؟ أي نعم. الاسم الكريم؟ عبد الله الأهدل. عبد الله الأهدل. أهلا وسهلا بك عبد الله. من وين تكلمنا؟ أكلمكم من اسطنبول. من اسطنبول. يا حي الله فيك وفي أهل اسطنبول كلهم. هل تعرفت على الصحابي لهذا اليوم؟ أي نعم، أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر. أم المؤمنين عائشة ابنة أبي بكر رضي الله عنها. شاكرين لك أستاذ عبد الله. إلى اتصال آخر نقول السلام عليكم. ألو السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. من معي ومن تكلميني؟ سعدية أحمد من الرياض. سعدية أحمد من الرياض. حياك الله أختي سعدية. هل عرفتي الصحابية لهذه الحلقة؟ نعم، السيدة عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها. عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها. نتمنى لك حظا طيبا بإذن الله. وإلى اتصال آخر نقول ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. تنبيه فقط للمشاهدين، أتمنى يسمعونا من صوت التليفون وليس من الشاشة. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا. هلا وسهلا. حياك الله. يا هلا بك. حياك الله. أهلا وسهلا. السؤال؟ الاسم الفاضل بداية. عائشة. عائشة. الإجابة عائشة. شاكر لك، لكن اسمك الكريم عشان ندخلك في السحب. عائشة مكاني في عسنيور. جميل. والاسم الفاضل؟ نعم حبيبي. الاسم الفاضل سعيد إبراهيم. سعيد إبراهيم. شاكرين لك سعيد إبراهيم. أستاذ سعيد، وإن شاء الله يحالفك الحظ. إلى اتصال آخر نقول السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله. من معي ومن تكلميني؟ ليلى سعيد من السودان. ليلى سعيد من السودان. حياك الله. هل عرفتي الصحابية لهذه الحلقة؟ صحابية عائشة. عائشة رضي الله عنها. نتمنى لك حظا طيبا أختي ليلى ويحالفك الحظ بإذن الله. وإلى اتصال آخر نقول ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. طيب لعلنا فقدنا الاتصال. ما شاء الله ما عاد في توقف، الاتصالات تنهال واحدة تلو الأخرى. والله الكم هائل جدا ما شاء الله، من شتى أنواع وما شاء الله الإجابات نقدر نقول أغلبها ما كانت كلها صحيحة. اي والله خلاص. نعم. دانا ولا اقطع كلامك يا انس، ناخذ اتصال نقول الو السلام عليكم. تنبيه انهم يسمعونا من الجوال وليس يسمعونا من الشاشات، بحيث ان الصوت يعني يشبك على طول. الو السلام عليكم. هل صوتي يبلغ؟ الو السلام عليكم. طيب خلينا نرجع لمحور حديثنا. نعم. لهذا اليوم، او نستقبل اتصال. يعني ما عرفت صراحه، في ضغط. خلينا نستقبل اتصال. تستقبل اتصال. ناخذ اتصال نقول السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله. من معي ومن تكلميني؟ تالا محمد نور من الرياض. تالا محمد نور من الرياض. حياك الله اختي تالا. هل عرفتي الصحابيه لهذه الحلقه؟
عائشة رضي الله عنها. عائشة رضي الله عنها، نتمنى لك حظا طيبا ويحالفك الحظ بإذن الله. وإلى اتصال آخر ونقول ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. ننبه مرة أخرى يا إخواننا المتابعين السلام عليكم. إلينا من صوت التليفون. وعليكم السلام، أهلا وسهلا. جود بدري من جدة. جود بدري من جدة. هل تعرفتي على الصحابية أخت جود؟ عائشة أم المؤمنين. عائشة رضي الله عنها. عائشة أم المؤمنين. شاكرين لك أخت جود بدري هذا الاتصال. إلى اتصال آخر نقول السلام عليكم. ألو السلام عليكم. حبيبنا هل تسمعني؟ ألو السلام عليكم. حبيبنا تسمعنا؟ ألو السلام عليكم. يظهرنا فقدنا الخط. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. من معي ومن تكلميني؟ لدن بدري من جدة. عائشة رضي الله عنها. لدن بدري من جدة. عائشة رضي الله عنها، نتمنى لك حظا طيبا ويحالفك الحظ بإذن الله. وإلى اتصال آخر نقول ألو السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا. الاسم الكريم؟ جودي أحمد. معليش مرة أخرى الاسم الكريم؟ جودي أحمد. جودي أحمد. من وين تكلمينا أخت جودي؟ من اسطنبول. من اسطنبول، أهلا وسهلا. هل تعرفتي على الصحابية لهذا اليوم؟ السيدة عائشة بنت أبي بكر. السيدة عائشة. شاكرين لك أخت جودي ويحالفك الحظ إن شاء الله. إلى اتصال آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله. من معي؟ دان بدري من جدة. دان بدري من جدة، حياك الله. هل عرفتي الصحابية لهذه الحلقة؟ عائشة رضي الله عنها. عائشة رضي الله عنها، نتمنى لك حظا طيبا ويحالفك الحظ بإذن الله. وإلى اتصال آخر نقول ألو السلام عليكم. ولعلنا نختم بهذا كثرة الاتصالات. أي نعم. ألو السلام عليكم. ننبه الاستماع من صوت التليفون المتصل العزيز. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم الكريم؟ نادية نقاش من الرياض. نادية نقاش من الرياض، أهلا وسهلا. هل تعرفتي على الصحابية لهذا اليوم؟ نعم، السيدة عائشة رضي الله عنها. السيدة عائشة رضي الله عنها. شاكرين لك أخت نادية. الاتصالات كثيرة ما شاء الله اليوم، وتبارك الرحمن. سمعنا أصوات يعني لنا فترة ما سمعناها. أي نعم. نذهب وإياكم مشاهدينا الكرام إلى فاصل قصير، لا تذهبوا بعيدا. فاصل قصير ونعود إليكم. أبدعوا وأطلقوا كل العنان بفؤادي والأيادي واللسان، إننا قوم خلقنا قيم. دائما ما نحرص على الاستماع إلى القصص والحكايات. فرسان شجعان، حيوانات ساحرة، وروايات من أماكن مختلفة، مجموعة من القصص والحكايا الخيالية نحكيها لكم بأسلوب شيق وسهل، ونأخذ منها الدروس والعبر في برنامجكم يحكى أن، مع صديقكم عبد السلام ناصر وموفق ناصر على شبكة سلام الإعلامية. رمضان شهر القرآن، فاستمتع أنت وأسرتك ببركات القرآن في شهر رمضان، ولا تتوقف عند التلاوة فحسب،
بل تعرف على معاني الكلمات وتفسير الآيات بشكل مبسط. ويا حبذا لو استطعت أن تتدبر في كلام الله وتنزل الآيات على حالك، ثم احرص على التطبيق العملي لتعاليم القرآن في حياتك اليومية. اجعل لك وردا يوميا من القرآن في رمضان، ولا تهجر كتاب الله بعد رمضان تلاوة وفهما وعملا بما فيه. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. رمضان هو شهر القرآن، شهر العتق والغفران، شهر ترفع فيه الدرجات وتجاب فيه الدعوات. فلنطف معا أحبة الكرام ولنتنسم عبيره وشمائله بصحبة ضيوف أعزاء ومشايخ أجلاء طوال أيام هذا الشهر الكريم، لنسلط الضوء على أهم القضايا والمواضيع الرمضانية التي تهم شعبنا الإريتري على امتداد هذه البسيطة. مع البرنامج المباشر لنتحاور في رمضان على شبكة سلام الإعلام. لا تدع الوقت يمر من بين يديك دون أن تحاسب نفسك يوميا. هل صليت في جماعة؟ هل ابتعدت عن اللغو؟ هل تصدقت على فقير أو مسكين؟ هل قرأت وردك اليومي من القرآن؟ إياك أن تكون ممن أدرك رمضان ولم يغفر له. وأطلقوا كل العنان بفؤادي والأيادي واللسان، إننا قوم خلقنا أهلا وسهلا بكم متابعين الأفاضل. عودا على بدء، طبعا بداية نحب أن نبشر جميع المشاهدين أن جميع الإجابات كانت صحيحة، والصحابية الجليلة هي عائشة بنت أبي بكر. عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها. طبعا عائشة من الصحابيات من أحب النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولها فضائل ومكرمات، ومن ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما عن أبي سلمة أنه قال: إن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائش هذا جبريل يقرئك السلام. يعني شوف، هذا نزل ملك منزل من السماء يقرئ عائشة رضي الله عنها السلام، وهذه مكرمة لا تعدلها مكرمة. فقالت عليه السلام ورحمة الله وبركاته: ترى ما لا نرى يا رسول الله. نعم. طيب، دام احنا عرفنا الصحابية الجليلة، هذه الحلقة هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. خلينا نذكر بعض من أهم ملامح في شخصية السيدة عائشة رضي الله عنها، وكانت تمتاز بالعلم الغزير رضي الله عنها. فقد كان أكابر الصحابة رضوان الله عليهم يسألونها عن الفرائض، فكان يأتونها ويسألونها عن بعض الأمور الدينية وتجيبهم. فكانت تمتاز السيدة عائشة رضي الله عنها بالعلم الغزير. سبحان الله تعالى، كان عندها علم غزير جدا واشتهرت بهذه. نعم. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم ابنة عمران وآسية امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. والله الحديث عن السيدة عائشة رضي الله عنها لن يحتاج إلى أكثر من حلقة وحلقة، لكن دعنا ندخل في المرحلة الأخيرة من حلقتنا لهذا اليوم، والسحب.
نعم. الجميع ينتظر هذه اللحظات المهمة. عندنا اليوم ما شاء الله ما يقارب فوق 30 اتصال تقريبا. نعم. وكلهم أجابوا إجابة صحيحة، يعني كانت واضحة الإجابة وسهلة. نعم. على المتابعين. والله الود ودي ان نفوز كل المشتركين. اي والله كل من سمعنا صوته وشرفنا به اليوم. نعم. يستحق عندنا جائزة. اخلطها يا ابو صقر. السحب الليلة عند عبد الرحمن ابو ليلى. ما نتقدم عليكم. الله يجزاه خير. سم وعطنا الفائز لهذه الحلقة. طيب، اما الفائزة او الفائز معنا لهذا اليوم فهو بسم الله وهي أحمد علي من السعودية. الفائز معنا لهذا اليوم هو الأخ أحمد علي من السعودية، فاز معنا بجائزة $100 وقد أفصح عن الإجابة الصحيحة وهي عائشة بنت أبي بكر الصديق أم المؤمنين رضي الله عنها. واضحة كذا يا مخرج؟ أحمد علي من السعودية هو الفائز معنا لهذا اليوم. نتمنى للجميع الفوز وأن يحالفكم الحظ في المسابقات أو الحلقات القادمة. كان معكم عبد الرحمن بن محي الدين في التقديم ويصحبني أنس بيان. أهلا وسهلا. الله يجزاك خير عبد الرحمن. ونود أن نذكر المتابعين بأن لسه ورانا يعني ما يقارب 19 حلقة من الاثنين إلى الجمعة بشكل يومي، وفي تمام الساعة 5 من الاثنين إلى الجمعة، وبإذن الله اللي ما فاز اليوم يفوز الحلقة اللي بعدها. وصلنا إلى الختام عبد الرحمن. نعم، ونذكر أيضا أنها تأتي في داخل أيام الأسبوع الساعة 5 عصرا بتوقيت أسمرة. للحديث بقية، انتظرونا في حلقات قادمة. شاكرين لكم حسن الاستماع والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا جموع الناس قد آن الأوان، على ارجعوا وأطلقوا كل العنان، بفؤادي والأيادي واللسان، إننا قوم